هتاكلي احلى صينية سردين. ولا الصوص ده خطير خطير، والخضار اللي على وش الصينية تحفة تحفة، هيتاكل قبل السردين نفسه. اتعملت بكل سهولة، وفي 10 دقايق بس هتكوني عاملة الصينية العظمة دي. شايفين مستوي ازاي تحفة ازاي؟ اهم حاجة شوية الخضار دول تحفة. تعالى اقول لكم بقى انا عملتها ازاي في 10 دقايق. ده كيلو سردين بلدي مغسول كويس قوي. انا بشيل الراس بتاعته، لو مش عايزة براحتك زي ما تحبي. جهزته كده في الصينية اللي انا هعمل فيها، واجيب بولة حطيت معلقتين كبار توم مع هريسة الشطة، كنت عاملاه معاكم قبل كده، وحطيت معلقتين كبار خل وعصير ليمونة ومعلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة شطة، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة من بهارات السمك. مش موجودة بهارات السمك مش مشكلة. بنحيق السمك كده كويس، مبياخدش اي وقت. اهو كده خلصت كل السمك. جبت بولة تاني كبيرة، قطعت طماطم زي ما انت عايزة، انا بحبها كتير شوية، وفلفل حامي لو عايزة تستبدليه بالرومي هيبقى حلو قوي برضو، جزراية مبشورة. خدت بقية الخلطة حطيتها عليها وقلبتهم كويس قوي. ريحتها تحفة. بحطها كده على وش الصينية، زي ما قلت لكم الخضار كميته انتوا تتحكموا فيها براحتكم زي ما تحبي، انا بحبه كتير. اهو فردته كده حلو. وبزوقه بقى زي ما انت عايزه، مش حابه تحطي عليه اي حاجه تاني خلاص كفايه. وحطيت عصير ليمونتين وشويه كده شرايح ليمون، مش عايزه تحطي برضو براحتك. بقت بالشكل ده. وحطيت معلقتين 3 زيت كده على الوش. وكده خلصت معانا الصينيه. نحطها في الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة بس، وبألف هنا.